السلام عليكم، ازيكم يا صحابي؟ عاملين ايه؟ معاكم منى من قناه منمن احمد. النهارده جايلكم في فيديو حلو جدا، ان شاء الله هيعجبكم. جمع لكم الميك اب بتاعي كله في فيديو واحد. حابه بس قبل ما ابدا يعني ارد على شويه اسئله كده جاتلي بالنسبه لموضوع الميك اب. في بنات كتير قالت لي الميك اب بتاعك مش اوريجينال، الميك اب بتاعك ممكن يكون جودته مش حلوه، ممكن يأذي بشرتك. انا ما طلعتش قلت اصلا يا بنات ان الميك اب اوريجينال، انا قلت لكم ان الستيم اوريجينال. في بنات قالت لي طب يعني ايه ستيم اوريجينال؟ الستيم اوريجينال ده على حد علمي يعني ان هو بيبقى تحت الاوريجينال، بيبقى جودته كويسه وبيبقى سعره برضو مش رخيص. يعني غير الحاجات اللي هي بتبقى الكوبي، الحاجات الكوبي اللي هي الرديئه دي ممكن نستخدمها نلاقيها لا بعيده خالص كل البعد عن ال عن الحاجه اللي هي الاوريجينال بتاعتها. لا دي بتبقى حاجه بتبقى جودتها حلوه وبتبقى برضو سعرها مش رخيص. تمام. فانا شاريها على الاساس ده. وبصراحه انا استخدمت، يعني انا وفي بنات كتير قوي ويمكن كل بنت بتسمعني استخدمت الميك اب الرخيص. محدش يا بنات اشتكى خالص من الميك اب الرخيص، بالذات في الارواج. انا كنت بستخدم الروج اللي هو ب5 و10 جنيه، كان بيبقى بالنسبه لي حلو جدا والله، ما اشتكيتش يعني، ما اشتكيتش منه ولا لقيت منه اي حاجه. ممكن اقولك يعني اشتري البودر بتاعه الوش، اشتري الكريم الاساس، الكونسيلر، الثلاث حاجات دول مهمين. المهم ان انت تشتري حاجه نظيفه وتكون حاجه تكون اوريجينال. انا ما اتاحليش الفرصه ان انا اجيب حاجه اوريجينال، فانا اشتريت حاجه جودتها حلوه عجبتني، يعني هي عجبتني جدا وجودتها حلوه ولقيتها مناسبه لي كويس قوي. والله انا استخدمتها اكتر من مره. يعني انا حطيت من كريم الاساس اللي انا جايباه ده، جربته حوالي 3 مرات. لقيته حلو جدا، حلو وسبته على بشرتي ما شاء الله لقيته جميل جدا. يعني عشان برضو اجربها، وعشان انا ببقى مقلقه جدا من الميك اب، لان انا زي ما بقول لكم ما عنديش تجربه قوي فيه. ببقى عايزه اجرب الحاجه كويس جدا، ببقى عندي قلق منها. تمام. وعايزه برضه اقول لكم على حاجه، ان مش كل الغالي حلو ومش كل الرخيص وحش. في حاجات كتير بتبقى باسعار حلوه وبتبقى كويسه جدا. وانا اصلا مش جايبه حاجه رخيصه، يعني بالنسبه في حاجات كتير بتتباع سعرها اقل من كده بكتير. في بنات بتجيب حاجات كتير قوي سعرها اقل من كده بكتير. زي ما بقول لكم الارواج انا جايباها ب20 وب40 وب30، فده يعتبر بالنسبه لي مش رخيص، او على الاقل على قد امكانياتي. انت بقى عايزه تجيبي حاجه بمعديه ال100 ال200، في الحاجات اللي هي بقى بتكون اوريجينال وكده مفيش اي مشكله. دي حاجه برضو عايزه اكد عليها، ان انا يا بنات لما بطلع اقولك على حاجه انا ما بقولش لحد هات حاجه معينه، انا بقول الحاجات اللي انا جايباها. انت بقى عايزه تاخدي الحاجه دي وتجيبي منها الاوريجينال مفيش مشكله، عايزه تجيبيها زي ما هي مفيش اي مشكله، عايزه تجيبي الارخص مفيش اي مشكله. كل واحد بيشتري على قد امكانياته. تمام. لا بقولك هاتي غالي ولا بقولك هاتي رخيص، انا بقولك اشتري. انت هتحتاجي كريم اساس، هتحتاجي بودر، هتحتاجي ارواج، فانا بذكر لك الاسامي، بوريك الحاجات اللي انا جبتها. بتجيبي الحاجات بقى اللي هي دي على حسب امكانياتك انت، وعلى حسب ذوقك انت، وعلى حسب اللي انت عايزاه، وعلى حسب كمان نوع بشرتك. تمام. ده مهم جدا ان انت تشتري الحاجه على حسب نوع بشرتك. فانا دلوقتي جمع لكم كل الميك اب بتاعي في فيديو واحد، بما انكم كده كده شفت الفيديوهات اللي فاتت. فهيبقى يعني الفيديو مش هيبقى طويل ان شاء الله. بس يا بنات قبل ما ابتدي في الفيديو بقى ما تنسوش تدوسوا لايك للفيديو وتشيروه علشان كل عروسه وكل بنت تستفيد. كمان تشتركوا في القناه، لو انت اول مره تشوفيني برحب بيكوا طبعا، وبرحب بكل حبايب قلبي الجداد. فعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد من فيديوهاتي. بس كده يا بنات، هو ده اللي انا كنت حابه اوضحه. بالنسبه بقى ان هو مش اوريجينال، انا ما طلعتش قلت اساسا ان هو اوريجينال. في حاجات معينه قلت ان هي اصليه الاوريجينال بتاعها، لان هي ما بتنزلش كوبي، لان اسعارها اصلا يعني حلوه. تمام. وانا الحمد لله مقتنعه بحاجتي جدا ومبسوطه بيها قوي. واهم حاجه ان انت تكوني مبسوطه بالحاجه اللي انت جبتيها. عايزه تجيبي حاجات تكون رخيصه تجربيها مفيش اي مشكله، حابه ان انت تجيبي غالي برضو مفيش اي مشكله. بصي اللي انت عايزاه، يعني هاتي اللي انت عايزاه. تمام. بس كده، ده اللي انا كنت حابه ان انا اوضحه. والله انا لو جربت حاجه ولقيتها هتضر بشرتي خلاص انا هوقف استخدامها طبعا، مش هكمل استخدامها، وهطلع اقول عليها بعد الجواز هكون استخدمت شويه حاجات اكتر وهكون استخدمتها بشكل اكتر يعني. فهقول لكم بقى رايي في كل حاجه باذن الله.
بس كده يا بنات. انا ناقص بس في الحاجات دي، انا اشتريت حاجات جديده لسه ما وريتها لكوش، فانا قلت بقى هحطها في الفيديو بالمره. عايزه بس اقول حاجه كمان، ان انا ناقص عندي في الحاجات دي البي بي بس. تمام. هنبتدي بقى معاكم. اول حاجه الصمغ بتاع هدى بيوتي بتاع الرموش ده، انا قلت لكم مهم جدا ان انتوا تجيبوا الصمغ يكون جودته حلوه، علشان خاطر بس يثبت الرموش معاكم. فده من هدى بيوتي. برضو في بنوته قالت لي ده مش الاصلي، لا ده الاصلي بتاع هدى بيوتي. ده كان سعره 35 جنيه. عايزه تسالي عليه في اي مكان. لو انت عارفه بقى ان سعره اغلى من كده فانت ممكن تكوني بتجيبيه من مكان غالي، بس هو ده سعره وده الاصلي بتاعه. تمام. جبت برضو اللي هو من المورفي ده. اشتريت الرموش دي من اردل. دي رموش طبيعيه حلوه جدا ونصحت بيها، بس زي ما قلت لكم انا كنت هجيب منها تاني، بس ما كانتش عند الراجل للاسف. وبرده في ماركات لرموش تانية، هاتي اللي انت عايزاه، بس محتاجه ان انت تجيبي رموش لان هي بتدي لوك حلو جدا للعيون، وانت كعروسه محتاجه ان انت كل شويه تغيري من اللوك بتاعك وتجددي يعني. فبرده دي حلوه. دي كانت سعرها عامل 25 جنيه. اشتريت كمان يا بنات من الرموش اللي هي دي رموش يعني مش غالية، دي عاملة 5 جنيه، بس انا جربتها. انا اشتريت الاول واحدة منها جربتها وعجبتني جدا، قمت نازلة شارية منها 4 كمان عجبتني موت. وزي ما بقول لكم هي سعرها 5 جنيه. والرموش يا بنات بتبقى ارقام وبتبقى اشكال، يعني بصوا الشكل ده مش الشكل ده، فانتي بتختاري الاشكال اللي انتي عايزاها واللي حاسة ان هي هتليق فيكي. جبت كمان طبعا الملقاط ده اللي انتي بتمسكي بيه الرموش وبتحطيها، او ممكن تحطيها بايدك عادي يعني مفيش مشكله. العدسات دي كمان انا وريتها لكم من فريش لوك. اهم حاجه تجيبي الحجم الصغير. برضو في بنوته عسوله كده قالت لي ان هي مضره خالص بالعين. انا اصلا يا بنات ما بستخدمش الحاجه، يعني انا بالنسبه للعدسات انا عيني اصلا بتتعبني، فانا يعني هي تتلبس كم مره كده وخلاص، اللي هو تغيير لوك زي ما بقول لكم مش اكتر. العدسات مع الرموش بتدي حاجه وهم بصراحه. فانا جبت منها 2 لونين بس اللي بيليقوا فيا، بس مش هبقى ليل نهار لابساها، مش هبقى 24 ساعه لابساها يعني. تمام. وبرده لو حسيت ان هي اذتني هوقفها. جبت كمان البيوتي بلندر دي من هي مش مكتوب الماركه بتاعتها، بس هي حلوه يعني، هي طريه وبتوزع الكونسيلر حلو. جربتها بس هي مشكلتها ان هي ما بتكبرش. هي طبعا مش الاصليه، دي كانت سعرها عامل 15 جنيه، وانا جايبه منها 2 مش عشان خاطر حاجه انا اتدبست فيهم. انا كنت عايزه اجيب واحده بس انا كنت برجع حاجه يعني. انا كنت جايبه فرشه ورجعتها، ما كانتش هي دي اللي انا عايزاها، وقال لي ما ينفعش انت لازم تبدلي بحاجه، وانا ما كنتش محتاجه اي حاجه من المحل. فانا لقيت دي فاضطريت ان انا اخد منها 2 بس انت لو هتجيبيها ممكن تجيبي واحده بس فيها 2 اصلا وتجربيها. هي حلوه بتوزع يعني حلو. كمان البيوتي بلندر كده كده بتستهلك بسرعه وبتقطع يعني بسرعه، ف يعني عادي مفيش مشكله، مش هتخسر يعني. تمام. جبت كمان البودرات دي. ده كنت وريتهولكوا قبل كده برضو بالنسبه للبنات اللي لسه اول مره بتشوفني. بلاشر ده كنت جبته قبل كده، ده من شيريمون بس هو ممسوح. الماركه دي برضو حلوه مش وحشه، وكبلاشر يعني برضو جودته حلوه جدا والبيجمنت بتاعه حلو. برضو البلاشر ده طلعت اتكلمت عنه وقلت ان هو كويس والبيجمنت بتاعه حلو، بيبقى فيه منه اكتر من الوان، يعني ممكن تجيبي لون بعيد عن اللون، مش شرط اللون يكونوا مقربين من بعض. وكان سعره عامل 35 جنيه، والاسعار دي جديدة على فكرة. البالت دي من نيكد انا كنت اتكلمت عنها وقلت ان البيجمنت بتاعها ضعيف جدا، بس لو انت شفتيها انا كنت جايباها برضو مش غاليه، كانت عامله 135 جنيه. كان سعرها يعتبر مش غالي عن حاجات كتير موجوده بسعر يعني في نفس السعر واحلى، فما انصحكيش بيها خالص لو لقيتيها. بس يعني هي لحد ما خلاص، طالما انا جبت انا خلاص عرفت ان انا اتعامل معاها واقوي البيجمنت بتاعتها. بس زي ما بقولك انتي ما تجيبيهاش يعني، لو لقيتيها ما انصحكيش بيها. الباليت البلاشر دي من NYX برضو اتكلمت عنها وقلت ان هي حلوة جدا يا بنات، الالوان بتاعتها قوية موت. برضو في بنات قالت لي دي مش الاصلي، او دي مش الاصلي، دي الكوبي بتاعتها، او مش هقول سيم اوريجينال بس هي الكوبي بتاعتها، بس جودتها حلوة موت. عجبتني جدا، البيجمنت بتاعها حلو قوي. جربتها، ولو برضو حسيت منها باذى برضو هوقف.
اي حاجه هتتعبني هوقفها واطلع اتكلم عنها، بس كحاجه مبدئيه استخدمتها اكتر من مره عجبتني موت. وعايزه اقول لكم على حاجه، انا كنت بستخدم البلاشر اللي هو كان ب5 جنيه، ده كان بيتباع زمان يعني، وكان حلو جدا والله، وكان ما شاء الله معايا تحفه يعني، ما اذانيش. ما بالكم الحاجه دي انا جايباها برضو مش رخيصه. ما علينا. المهم ان ده عجبني، وفيها الوان كتير قوي، وكمان ينفع يا بنات تستخدموها كشادو فوق العين. بصراحة يعني حلو جدا، عجبتني جدا. انا الحاجة بحب استخدمها اكتر من استخدام، برضو حلو جدا وعجبني. تمام. الهايلايتر ده من كيس بيوتي، برضو عجبني، والبيجمنت بتاعه حلو. هو ده شكله اهو. كيس بيوتي ماركة حلوة، انا بحب كيس بيوتي وايفر بيوتي وبيوتي سيتي، يعني دي ماركات كويسة. يعني اشتريت منها كذا حاجة وعجبتني. البتاع ال اكس ده ما عجبنيش. هو البيجمنت بتاعه حلو، بس اللي مضايقني ان انا مش عارفة ايه مصدره، يعني هو حتى مش كوبي الحاجة، مش لا هو كده كده حاجة كده، فلا ما عجبنيش. تمام. كان سعره عامل 20 جنيه. والله انا كنت جبت من كيس بيوتي ده وكنت اكتفيت وخلاص. المشكلة ان انا بلاقي الحاجة بتعجبني بجيبها. جبت كمان ده جايباها من حوالي يومين، ده كونتور باودر. زي ما قلت لكم يا بنات، ده الكريمي وده الباودر. انا لو انتي مبتدئه فانا انصحك بالباودر، ما انصحكيش خالص بالكريمي، مش هتعرفي توزعيه نهائي. انا عرفت ان انا اوزعه بس بعد ما جربت اكتر من مره. بس زي ما بقولك كده، انا انصحك بالباودر، حلو جدا، حلو، بيديك اللي انتي عايزاه. او ممكن تعملي بالكريمي وبعد كده البودر، بس لا ما انصحكيش انت تجيبي الكريمي. انا حتى الحمد لله انا جبت الباليت الصغيره دي، ما جبتش الكبيره. هاتي الكونتور يكون باودر. تمام. دي علبه فيها كده 3 درجات، وفيها باودر اللي هي البيضه دي، كان سعرها عامل 50 جنيه. وكنت جايبه برضو الباودر دي من ميبلين. بس لو لقيتيها ما تجيبيهاش. هاتي اللي هي الباودر يا بنات، زي ما بقول لكم، هاتوا الباودر وكريم الاساس والكونسيلر، يكون حاجه تكون كويسه. انا اشتريت على قد ما اقدر حاجه اللي كانت متاحه بالنسبه لي وقتها، وكانت سعرها بالنسبه لي حلو. وللاسف ما لقيتش، يعني انا لو كنت لقيت اماندا عامله 85 جنيه، والله يا ريتني كنت جبتها، او تقريبا 95. ما لقيتهاش للاسف. انا كنت نازله قبلها لقيتها، لما نزلت تاني عشان اشتري ما لقيتهاش. بس لو لقيتي اماندا هاتيها، حلوه جدا. انصحك بيها، وكريمي موت. ميبلين دي انا اصلا مش متاكده اذا كانت الاصلي ولا لا، بس هي برضو جودتها حلوه جدا. ده بتاع سيفورا برضو حلو جدا، كريم الاساس ده عجبني قوي. الكونسيلر ده برضو حلو، في بنات كتير سالتني عليه، حلو جدا يا بنات. انا شاريه على اساس ان هو اوريجينال، بس زي ما بقول لكم كده انا يعني مش عارفه انا يعني ما اعرفش، بس هو حلو، بس هو حلو. تمام. انا اشتريته على اساس ان هو اوريجينال، وقال لي جودته حلوه. بصراحه انا جربته لقيت جودته حلوه جدا، وبيتفرد حلو موت على البشره. هو في منه الكبير ده وفي منه الصغير. الصغير هو اللي بشوفه على طول، فانا حاسه عشان كده حاسه ان ده مش الاوريجينال. فانا مش عارفه بقى في فعلا اللي هو الكبير ده في منه اوريجينال ولا لا، فمش عارفه بصراحه، هو ده اللي مشككني يعني. جبت كمان مزيل العرق ده من ماي واي، كنت اتكلمت عنه قبل كده. جبت اللي بالزبادي وبالعنبر، بيدوا ريحه حلوه، بس مش بيقعدوا 24 ساعه، بس بيدوا ريحه حلوه. وكريم لونا ده برضو كان عندي، وكريم جلايسوليد ده كان عندي برضو يا بنات. ما اشتريتهوش، بس قلت هشيله خلاص مع جهازي. وبرضو دوف ده كان عندي، اللي اشتريته هو كان نيفيا سوفت وايفا بس. تمام. الكونسيلر ده برضو هو زي كوريكتور كده، يعني مصحح، يعني بيصحح الهالات والحاجات اللي في البشرة. ما عجبنيش اللي هو السي ده، ما انصحكوش بيه خالص، بيتفرد بصعوبة جدا، والكفر بتاعه مش حلو. اللي من ماي واي ده برضو كنت جايباه بقالي شوية يعني. ده هنا بس كنت عامله لكم السوتشات بتاعه الاقلام، بس مسحتها اللي على ايدي ده. المهم من ماي واي ده برضو ما عجب، مش عارفه، مش حلو، ما انصحكيش بيه. ما تجيبوش اي ميك اب من ماي واي يا بنات. برضو اللي من ماك ده بقى انا انصحكم بيه جدا، حلو موت.
حلو قوي، بس مش هقول عليه اكتر من هو حلو قوي. تمام. الاتنين دول المصححين دول اللي هم برو. تمام. الاتنين دول المصححين دول اللي هم برو. ده طبعا في بنات كتير عارفاهم. ده اللي هو لونه برتقاني اهو، وده اللي هو الكونسيلر برضو الاتنين دول بيكنسلوا الهالات. لو انتي بشرتك قمحوية او غامقة فانا انصحك بده، لو فاتحة فانا ممكن انصحك بده، او اللي لونه اصفر كمان. الروج ده من MZM. لو انتوا عايزين تشوفوا السويتشات بتاعت الحاجات دي ممكن ترجعوا للفيديو بتاع الارواج هتلاقوها. برضو ده عجبني، وده كنت جايبة الالوان دي. بالنسبة بقى للبنات، ودي الارواج اهي، ده كنت جايباه. ده دبلاينر. في بنات قالت لي ايه الفرق ما بين الايلاينر والدبلاينر. الايلاينر يا بنات بيكون زي ريشه كده، بتكون فرشه. الدبلاينر بيكون قلم اهو، يعني السن ده اللي بترسمي بيه بيكون يا قلم يا بيكون يا فرشه اهو. فده القلم بيبقى سهل اكتر بكتير من الفرشه لو انتي مش متحكمه، مش لسه مبتدئه يعني. برضو الMN الكحل، الMN الابيض والاسود ده جميل جدا وحلو جدا على العين، يعني طري على العين. الماسكارا جايبه 2، جايبه من ايفون وجايبه من ايفر بيوتي. اللي من ايفر بيوتي دي وهم حلوه جدا، سعرها عامل 40 جنيه، سعرها مش غالي. الروج ده من بيوتي سيتي برضو حلو. احلى حاجه فيه ان هو درجتين، وجربته يا بنات ولقيته حلو جدا، لا بيفرول على الشفايف، وكان سعره عامل 15 جنيه والله. بجد كان يعني حلو جدا وعجبني. انا بقول رايي فيه، ما بقولش لحد يجيب حاجه، انا بقول لك رايي في الحاجه، بحيث ان انت لو شفتيها في مكان وعجبتك وحابه تجيبيها تبقي عارفه ان هي يعني تكوني سمعتي عنها. برضو جبت الاتنين دول من NYX. في واحد زي ما بقول لكم ده انا لقيته عجبني موت، ده ما عجبنيش وحسيته بيفرول كده وبيقطع على الشفايف بصراحة، يعني رديء جدا، مع ان الاتنين من نفس العلبة والاتنين من نفس الماركة والاتنين غاليين والله. كان سعره عامل 40 تقريبا. بس يا بنات فبصراحة ده عجبني موت ولقيته حلو جدا وطري على الشفايف وبيرطبها وما بيشقهاش خالص، بس ده ما عجبنيش، مش عارفة بصراحة ايه الفرق. وممكن يبقى يعني هو ده مش الاصلي بتاع NYX، بس كان الكوبي وكان جودته حلوه، في بنات كتير جربته. وانا جبته على كده. ده لقيته حلو بصراحه زي ما البنات شكرت فيه، وده لا ما عجبنيش، مش عارفه ليه. واصلا اللون بتاعه مش حلو اهو، مش حلو خالص على الشفايف، محدش يجيبه. الدرجه بتاعته 03 رديء ده. تمام. اشتريت الاتنين دول برضو وهم يا بنات. اصلا الروج ده تحفة. استنوا بس ابعد لكم البتاع شوية اهو. الروج ده تحفة يا بنات، حلو. هاتوه هاتوه هاتوه، انا انصحكم بيه جدا. كان سعره برضو عامل 40 جنيه. هو مط وده مط وده مط. تمام. هو مط بس هو كريمي خالص، ما بيقطعش، ثابت، بيدي للشفايف شكل روعة، بيدي للشفايف شكل حلو جدا. واللونين دول عجبوني، واللون ده برضو يعني حلو قوي، واللون ده. هما على فكرة اللونين مختلفين، بس مش عارفة هما باينين ولا لا. كده باينين اهم، حلوين قوي. والاقلام دي برضو يا بنات حلوة. جبت منها الالوان، الاقلام اللي هي الكبيرة دي، وطبعا مهم ان انت تجيبي البراية بتاعتها الكبيرة والصغيرة. الاقلام دي برضو حلوة، انصحك بيها، يا ارواج عامة. وده كان عامل واحد عامل 7.5، وفي كان عامل 10، وده كان عامل 15. الاقلام دي بقى انتوا ما شفتوهاش قبل كده. دي اقلام عيون كنت جايباها من اسمها بونجور، برضو حلوة. كنت عامله لكم سويتشات بس اتمسحت. حلو قوي يا بنات، وكريمي خالص، طري قوي. انا بحب الاقلام بصراحة بتاعت العيون دي، لازم تكون طرية. بصوا حلو قوي. والازرق برضو وهم يعني. تمام. وده قلم حواجب طبعا في من MN، في بنات كتير عارفاه يعني.
تمام. وجبت كمان ميه الورد دي، انا كنت جايباها وريتها لكم قبل كده، بس انا جبت بقى ازازه مقفوله قلت عشان اشيلها في جهازي. حلوه جدا يا بنات، انا التانية بستخدمها في ماسكات وحاجات، فحلوه جدا انصحكم بيها. بس كده يعتبر هي دي كل الحاجات اللي انا اشتريتها في الجهاز بتاعي. حبيت ان انا اطلع اوريها لكم كلها في فيديو واحد. يا رب يكون الفيديو عجبكم وان انتوا تكونوا استفدتوا. بالنسبه للبنات اللي ما شافتهوش، يعني لو انتوا عايزين ترجعوا لاي حاجه هتلاقوا الفيديوهات عندكم على القناه. ويا رب يكون الفيديو عجبكم، ويا ريت تعملوا لايك للفيديو، اشتراك في القناه، وتفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد. وما تنسوش تتابعوني على الفيسبوك وعلى الانستجرام، هتلاقوا اللينكات تحت الفيديو في صندوق الوصف. ولو عايزين تكلموني على الخاص هتلاقوا الايميل بتاعي، وبرده على الصفحه بتاعتي ممكن تبعتيلي رسائل، هتلاقوها كلها تحت الفيديو في صندوق الوصف. واشوفكم ان شاء الله على خير، هتوحشوني موت. وعايزه اقول لكم ان في فيديوهات جميله جدا نازله. الحاجات اللي انا شارياها من الصيدليه مهم جدا لو انتي عروسه، لازم تتفرجي عليها على الفيديو ده بالذات. لو انتي لسه هتدخلي يعني حاجات مهمه لازم تشتريها. هينزل باذن الله قريب. وبرده الفرش بتاعه الميك اب بتاعتي منزلاها في فيديو واحد. معرفتش ان انا انزلها في الفيديو ده عشان ما يبقاش طويل، كفايه قوي ان انا يعني الفيديو ده طويل. بس كده يا بنات، اشوفكم ان شاء الله على خير. مع السلامه يا حبايب قلبي.